مساء الخير على حبايبي الحلوين، وحشتوني قوي، وحشتوني كتير. في الاول كده هنصلي على النبي ونقول عليه افضل الصلاه والسلام. اللي بيشوفني لاول مره تشجيع، شير واشتراك وليك، دوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا ريت اللي يعجب الفيديو يشترك عندي ويعمل لي لايك حلو كده عشان الفيديو يترفع. النهارده هنعمل معاكم جاتو شاتو بالكراميل. حاجه كده طعم تحفه تحفه تحفه، وحاجه روعه، وحاجه حكايه بصراحه، وطعمها اقسم بالله روعه، وانا ما بحلفش كده كذب، اقسم بالله روعه. بصوا عامله ازاي، بصوا شايفين الجمال، جميله جدا وطريه جدا. بصوا عامله ازاي اهي، بصوا عامله ازاي، جميله 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 بصراحه زي العسل. بصوا عامله ازاي اهي، شايفين؟ تعالوا معايا نشوفوا بالخطوات هنعمل ايه. يلا يا حلوين نشوفوا مع بعض. حاجه كده بقى، هنحط مج سكر، ونفس المج هنحط حليب اهو شايفين، وبعدين هنضيف باكو واحد بس كريم كراميل اهو شايفين، باكو واحد بس مش اكتر اهو. وهنضرب الخليط ده، خلطناهم كويس، خلطناهم كويس قوي اهو. هنضيف عليهم نص مج زيت اهو شايفين، وهنضرب القوام تاني. بص بقى ضربته، بس قوامه جميل ازاي، وريحته حكايه واو، يعني ريحته جميله جدا جدا جدا. بصوا هنعمل ايه بقى دلوقتي. هناخد حبه منه، ملوا الكوبايه دي كده اهو شايفين، وهنشيله على جنب اهو، وهشيله على جنب. بعد كده بقى هنحط بيضتين شايفين اهو، معلقه صغيره خالص خل، وباكو فانيليا، وهنضرب الخليط تاني. انا خلاص ضربته اهو، بس هنشوفه بقى مع بعض. بصوا شايفين القوام بقى عامل ازاي، لونه ابيض كريمي وجميل قوي. بصوا شايفين جميله قد ايه اهو. دلوقتي بقى ايه، احنا كده خلاص الحاجات السايله، هنشوف بقى هنعمل ايه في المواد الجافه. يلا معايا ذره ملح لازم تتحط في المعجنات كلها اهو. معايا كيك شيف اهو، هنقلب بقى الخليط كويس جدا، يندمج كله في بعضه كده اهو شايفين. شايفين اهو. بعدين بقى هنبدأ نحط هنقلبه بقى كله في اتجاه واحد كده. اهم حاجه تقليبه كويسه قوي. لو لقيته الخليط تقيل، هو تقريبا تقيل، هنخففه شويه بحبه حليب اهو. بصوا لو لقيتوه تقيل زي ما كده، بصوا شايفين احنا مش عايزين القوام دوت، هنحط عليه حبه حليب اهو، ونقلب برضو. لو احتاج تاني هنحطه برضو، مش هيضر خالص. بصوا بقى القوام المناسب. بصوا انا عايزه القوام ده، بصوا لا تقيل ولا خفيف. بصوا اهو، بصوا عامل ازاي جميل جدا اهو. مش عايزه اقول لكم الكراميل طبعا في اي حاجه بيبقى جميل جدا. هنقول هنعمل ايه بقى. معايا دلوقتي صينيه مقاس 24، هنضيف فيها الخليط بتاعنا ده كله اهو. اهو شايفين اهو، هضربها ضربتين كده شايفين اهو. مقاس، اهم حاجه تكون صينيه مقاس 24، وامشي على الخطوات بالظبط، هتلاقوا احلى كيكه شاتو كراميل. بصوا اهي، بصوا جميله جدا جدا. انا دلوقتي مولعه الفرن على درجه حراره 180، بسيب الفرن يسخن وبعدين بحطها عشان ما تهبطش مننا. هحطها دلوقتي نشوف هنعمل ايه. بقى طلعت من الفرن، سبتها تبرد خالص، وهنبدا بقى ايه نخرمها. لو عندك خله تمام، انا ما عنديش، بس اهي، او العيدان بتاعت الشيش طاووق دي
بصوا هتخرم كده، شايفين اهو، نخرمها كده، شايفين التخريم. وهنبدأ ايه بكوباية حليب اهي هنسقيها، متقلقوش خالص، هي هتتشرب الكوباية كلها. محدش يقلق خالص، هي بتتشرب الحليب كله اهو. اهو بصوا شايفين اتشربت خالص. شايفين بقى الصوص اللي احنا حشناه بتاع الكراميل ده، هنبدأ نعمل منه ايه. شايفين اهو. بصوا انا بقى عملتها اهي. الباكو الكراميل بقى هنعمل ايه، هنزين بيه كده. شايفين اهو. بصوا بقى زي ما قلت لكم، بخله او اي حاجه بتعمليها. طبعا لو عندكم خل اسهل. بصوا اهو شايفين. بصوا بقى كده بقت جميله قد ايه، والطعم والله العظيم حكايه جميله جدا. يا ريت بقى اللي يعجبكم الفيديو، اللي عجبه الفيديو يشجعني باشتراك، شير واشتراك ولايك، ودوس على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. هشوفكم على خير، باي باي.